سلط سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العمراني الضوء على انخراط المغرب الفعال والمتضامن لفائدة التنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي لإفريقيا، وكذا تعزيز التبادل الحر الذي يربط الولايات المتحدة بالقارة. وأكد العمراني خلال مائدة مستديرة حول تجديد قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا نظمها أمس الاثنين بواشنطن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الاندماج الاقتصادي في إفريقيا يمثل أولوية بالنسبة للمغرب. وذكر بأن المغرب، وعلى الرغم من كونه ليس عضواً في قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا، تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية للتبادل الحر مكنت بلدينا من إرساء شراكة خلاقة وإيجابية ذات آفاق واعدة، وذلك على مدى عقدين من الزمن. وأبرز السفير أن المغرب يؤمن إيماناً راسخاً بالدور الهام الذي تطلع به التجارة الحرة باعتبارها حافزاً لازدهار الأمم وتحقيق المكاسب السوسيو-اقتصادية، موضحاً أنه كان لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة والمغرب دور مركزي في تطوير فرص الأعمال والنهوض بالتجارة وتوفير آلاف الوظائف في البلدين. ومنذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في يناير 2006، شهد حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب تطوراً ملحوظاً، مما جعل المملكة ترقى إلى مكانة رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا. ويعرف حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة الدينامية نفسها، كما يشهد على ذلك وجود عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف قطاعات الابتكار. وفي مداخلته خلال هذا الاجتماع الذي حضره سفراء وخبراء بارزون، أشار سفير المغرب كذلك إلى أهمية تحقيق الالتقائية بين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقانون النمو والفرص في إفريقيا. وقال: اليوم ومع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستوفر قارتنا للشركات الأمريكية سوقاً أكبر تضم أزيد من مليار نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار أمريكي. وبعد أن ذكر العمراني بانخراط المغرب الدائم في مثل هذه المبادرات الهادفة إلى النهوض باندماج إقليمي أوسع، جدد تأكيد استعداد المملكة في إطار التعاون جنوب أجنوب لتقاسم تجربتها بغية تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإفريقية وتطوير المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. نشكركم على المشاهدة والاستماع. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. لا تترددوا في مشاركة أفكاركم وآرائكم في التعليقات أدناه.